اخيرا وصلنا للزاويه الناصريه كيف ما كتشوفوا. هي مورانا هنايا. حنا دابا غادي ندخلوا نكتشفوا الزاويه كي دايره. نحاولوا نصوروا لكم شي، نصوروا لكم الزاويه من الداخل كيفاش دايره، نكتشفوا المكان شويه. يلا خليكم. حنا الان كنتواجدوا الاخوان في واحد المحل كيبيع داكشي الاثري. كيف ما كتشوفوا هنا حاطين بزاف ديال الفاقه، بزاف جميع انواع هادو الشيلان بزاف تا هما. هنايا كاينين الصنادل القدام اللي كانوا كيلبسوا الناس القدام، هنايا باقي محافظين على الارث ديالهم. هنايا كاينين الفاقه الفوق. هنا مازال هادي ديال الكحل، هادي بحال الا ما خدمت بحال لامبا. هنايا الصنادل عاوتاني بزاف انواع الاشكال، باقي محافظين على التراث. وغنمشيو نشوفو ان شاء الله، غنمشيو نشوفو البلاصه ديال تومبوكتو 52 يوم. هاد البلاصه هادي اللي غنمشيو ليها كتعتبر منطقه اقتصاديه اللي كانوا كتربط ما بين زاكورا ومدن اخرى. الطريق كانوا كيديروها باش بالنسبه للقوافل. اخوان حنا دابا غادي نمشيو ندخلوا للساحه المخزنيه. هذا المسجد واحد في الجناب ديالو. الا شفتو معنا راه هما تما هذاك هذا هو المدخل هنايا ديال الساحه المخزنيه. والهيه من الجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا راه كاين القصر القديم فين كانوا ساكنين الناس اللي كنا فيه قبيله. يمكن واقيلا الخزانه ديال دار الكتب غتكون ساده 100%. ها كما كتشوفوا راه ساده. جينا يمكن معطلين، غدا ان شاء الله عاد نحاولوا ندخلوا نشوفوا شنو كاين فوق. المهم حنا غندخلوا نشوفوا لداخل شنو كاين. بسم الله وبركة الله. هي الساحة المخزنية. اخوان هذه هي الساحة المخزنية كيف ما كتشوفوا دابا. كاين هنا ورانا، هذا هو المدخل ديال اللي دخلنا معاه. هنا فين كانوا كيديروا لي ريونيون ديالهم، كيتجمعوا بزاف هنايا. هنا فين كانوا كيقريو داك المؤسس ديال الزاوية، هو اللي كان كيقريهم هنايا الدراسات الاسلاميه والدين والسيره النبويه. كانوا كيقراو حتى الصوفيه هنايا. دابا حاليا بحكم حاليا ما عرفتش واش باقيين لحد الان كيتمارسوا نفس كيفاش غنقول، ماشي نفس الطقوس، نفس الشعائر الدينيه واش باقيين هنا كيتنشروا ولا لا. المهم نتوما كتشوفوا معنا هنايا هذه هي القبه الفوق، ما عرفناش ديالاش، باقي ما اكتشفناهاش. هنا اون فاس معنا كاين الصومعه ديال المسجد. هاي الصومعه ديال المسجد. حنا حاليا الاخوان غندخلوا للضريح، نحاولوا نصوروا لداخل كيفاش داير. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام. بسم الله يا رب. ما شاء الله سبحان الله. سبحان الله. اكبر زاويه في المغرب للشعائر الدينيه والتعليم الدين الاسلامي. هذا هو الضريح ديال سيدي محمد بن ناصر رحمه الله عليه. ما شاء الله. هنا مكتوب هدية من الزاوية العلوية الدرقاوية الشاذلية بمدينة الدار البيضاء إلى مقام العارف بالله الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي رضي الله عنه وقدس سوراه. السلام عليكم.
والشيخ ديالو قبل منه 1045 هجريه. 1045 هجريه. حسبات. الناس اللي محمد بن ناصر مات 1085. وعطى الله 12 ولد تبارك الله، وهذيك 12 ولد فيه اللي خلفوه واللي ما خلفوش. فيه اللي بقوا معانا وفيه اللي خرجوا داروا مدارس في اخرى. قرا احمد الخليفه هو اللي خلف باه مات 1129. مدفونين هنا كلهم هنا. هذا الشبيك داير على 7 العلماء ماشي غير واحد. 7 العلماء. واحد الانصاريه هي 8. والضريح مولاي الحسن الاول جد هذه القبه حي القديمه وبنى هذه. مولاي الحسن الاول. وجاب الصناع من فاس ومراكش هما اللي خدموا الزخرفه والبني. كملوها في 1286 هجريه. 1286. 1286 ما شاء الله. لكل سؤال جواب. شكرا. لا شكرا على واجب سيدي. تبارك الله على سعادتك. كي داير اللي قاعد الواجب كي داير قاعد على عليك. لا ولا باس والو باس. الحمد لله. هاي سؤال الله ولا يعطينا المعلومات. الله يجزيك بخير. مشرفين سيدي. نفعكم الله. يرحم با الشيخ ونفع بزاف ديال اخوان حنايا الاحفاد ديال 12 ولد. سبحان الله العظيم. سيدي محمد بن ناصر رحمه الله عليه كان عنده 12 ابن كلهم مدفونين هنايا. هادو هما القبور ديالهم كيف ما كتشوفوا. هنا عاوتاني ضريح عاوتاني. ديري راسك راه غادي تجي ان شاء الله. هي كيف ما كتشوفوا الاخوان هذا الاحساس واعر. هذا ابن ديالو تا هو رحمه الله عليه. هنا هو كذلك هو عاوتاني الضريح قبر اخر. اللي عاوتاني كاين قبر اخر. هنا عاوتاني كاين قبر اخر الاخوان مدفون هنايا. هنايا كاينين شي جوج اللي عاوتاني جوج الاخوان. هنا عاوتاني كاين واحد كلهم الاحفاد ديالو. سبحان الله سبحان الله العظيم. الله تعالى وبارك سهل الله والناس خاف الله. سبحان الله يبين لكم ان شاء الله الضوء. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. أكبر زاوية في المغرب للشعائر الدينية والتعليم الديني الإسلامي. هذا هو الضريح ديال سيدي محمد بن ناصر رحمة الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. اخوان النهايه ديال الرحله ديالنا بمدينه تمكروت. كيف ما كتشوفوا حنا راه يلا خرجنا دابا تقريبا من الزاويه الناصريه اللي هذه اللي كاينه مورانا هنايا. اول حاجه درنا هي دخلنا شفنا القصر القديم اللي كانوا ساكنين فيه الناس هو الاول. عاد من بعد دخلنا شفنا الزاويه الناصريه من الداخل، ودخلنا شفنا الضريح ديال سيدي محمد بن ناصر رحمه الله عليه هو ومدفون هو و7 ديال العلماء. عاد زيد عليها كاين الاحفاد ديالو والابناء ديالو تا هما. دابا حنا حاليا خرجنا من الزاويه اللي هي اكبر زاويه في المغرب حاليا. اكبر زاويه في المغرب ديال الطلبه ديال الدين الاسلامي والشريعه الاسلاميه والسيره النبويه. كيف ما كتشوفوا خليتها هنا مورايا. ان شاء الله غادي نمشيو نكتشفوا زاويه اخرى هنا في مدينه زاكورا في الصحراء الشرقيه.